الراجل اللي بيبص للمرأة على انها متعة فراش ده غلطان، مش فاهم اي حاجة خالص. اللي بيعيش حياته بس في لحظة الجنس او مش عارف الوهج العاطفة وبتاع ده، كل ده مراهقات. ده بقى لا، لما ما يلاقيش السعادة ما يجيش يشتكي ليا انا، ده هو فهم غلط، هو اصلا فهم القضية غلط. يعني ايه اللي يعيش وهدفه مسألة اشباع الغريزه او مثلا اشباع عاطفي وهيمان، راجل مهيم، ده الراجل اللي بتاع الهيام وبتاع والعواطف، ده لما يخيب امله ولما يعيش في مش عارف ايه، لما دايما في كل علاقه يتنكب، يعني ده ما يشتكيليش بقى بعد كده، ده فهم المساله غلط. يعني العيب فيه هو اللي كده نقول بالدرجه العيب في فهمه للعلاقه المثلى بين الرجل والمراه والى اخره. وبعدين انا اقول ان ده ما فيهوش خير، يعني اصل ما دام هو ما عندوش شيء يعطيه، فليه بيشتكي ان ما حدش بيداله؟ ما هو اصلا ما عندوش شيء يعطيه ومشغول بالايه، انه ياخد.